يا امال، ايه اللي مقعدك كده يا حبيبتي؟ مستنيه يا ماما. وهي لسه ما جاتش كل ده؟ دي عمرها ما بتتاخر. مش عارفه يا ابله. طب استني هتصل لك بيها دلوقتي. امال يا امال، معلش يا حبيبتي اتاخرت عليكي بس غصب عني والله. ازيك يا ابله؟ كويسه يا حبيبتي، انتي عامله ايه؟ الحمد لله. شكلك تعبان كده ليه؟ لا ابدا ما فيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بس؟ ده انتي وشك مخطوف زي الليمونه ومش قادره تمشي. بس شويه برد وهيروحوا الحل، تشغليش بالك انت. انا متشكره انك قعدتي مع امال. ما تقوليش كده، انتي ما تعرفيش انا بحبها قد ايه. عشان خاطري يا ام امال خلي بالك من صحتك، البنت دي ملهاش غيري. تبقي روحي والنبي عند الدكتور بس كده واكشفي وطمني على نفسك. خليها على الله يا ابله، فوتك بعافيه. يلا يا امال، يلا حبيبتي، يلا اجيب لك عصير. فص ملح وداب يا داليا ومحدش عارف عنه حاجه. طب ما حدش راح شقته؟ رحنا طبعا وسالنا، قالوا لنا ما بيجيش بقاله كام يوم. قلت اجي اسال عليه يمكن يكون بيجي هنا. يا بنتي انت مش كلمتيني وقلت لك انه مش بيجي؟ انا الصراحه خفت يعني يكون قايل لكم تقولوا لي كده. هو ايه اللي حصل له كل ده؟ مفيش، شد هو وابي رضا شويه، وانت عارفه عاطف حمقي، خايفه يكون عمل في نفسه حاجه، ده حساس. لا طمني، خير ان شاء الله خير. نسمة، بتعملي ايه هنا؟ انا جايه اسال على عاطف يا مستر. عاطف مش هنا، ويا ريت لو شفتيه ما تخلوش يجي هنا تاني خالص. ليه يا مستر، هو عمل ايه لكل ده؟ بصراحة بعد اللي عملتوه مع مدام شروت، الست اشترطت عليا امشيكم من هنا، والا هتقطع تعاملها معانا. وانا بصراحة ما اقدرش اخسر زبونة زيها. صح عندك حق. ما هي عشره وعيش وملح. كتر خيرك يا مستر. السلام عليكم. صباح الخير يا حليم. انت هتفضلي زعلانه مني كده كتير؟ انت بقالك اسبوع مش عايزه تردي عليا لغايه دلوقتي. وهفضل كده طول ما انت ظالم صابرين. واحنا هنفضل في الموال ده كل يوم بقى يا حليمه؟ كل يوم وكل ساعه يا رضا لحد ما ترجع عن اللي انت عملته. دي بنت غلبان وربنا عمره ما هيبارك لك وانت عامل فيها كده. مش قادر يا امي، مش قادر. كل ما اتخيل شكلها وهي بتغني وترقص قدام ناس غرب ببقى مش طايق اسمع سيرتها حتى. يا حبيبي ما انا قلت لك عملت كده عشان وبمعرفتي. وهو انا ايه وانت ايه يا رضا؟ مش واحد. لا يا حليمه، في دي بقى بالذات مش واحد. المفروض ان انا جوزها، واي حاجه اقول لها عليها لازم تتنفذ، حتى لو اتطبقت السما على الارض. وانت كنت قاعده وحاضره وانا بقول لا. يا ابني ما هي عملت كده عشان خاطر تلم فلوس الشقه، وبعد كده كانت هتسمع كلامك وتبطل. مش مبرر يا حليمه، لان انا قلت لها ان انا هتصرف وتصرفت فعلا. ايه اللي مطلوب مني بقى اكتر من كده؟ كان المطلوب منك انك تفهم حبها ليك وتعبها في انكم تكونوا انتوا الاتنين تحت سقف واحد، مش مع اول غلطه تروح رامي عليها اليمين كده ومطلقها. انا مش عارف الاقيها منين ولا منين بصراحه. انت طول النهار وابويا طول الليل لغايه ما خلاص جبت اخري. يا حبيبي يا عبد ربه، عشان تعرف بقى ان انا على حق. اسمع عما اقول لك، هي كلمه ورد غطاء. طول ما انت مطلق صابرين، عبد ربه وقلبي وربي هيفضلوا غضبانين عليك كده يا ريت. ايه اللي انت بتقوليه ده يا حليمه؟ زي ما بقول لك كده. وتفضل بقى كمل الاكل، على الاقل تعمل لك حاجه مفيده. اوعى كده من وش. موني. هاي مامي. هاي يا روحي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. تاخرتي كده ليه؟ مش قلتي لي انت عندك محاضره اناتومي واحده؟ معلش يا حبيبتي، خلصت الكليه وقعدت مع اصحابي شويه. صحابك كلهم ولا حد معين؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجه. انت فاكراني يعني مش واخده بالي؟ مش واخده بالك من ايه؟ يعني من الولد اللي عرفتيني عليه يوم الفرح، كان اسمه فهمي مش كده؟ فاهمه. هو لك كسفتي كده ليه؟ لا عادي. طب قولي لي بقى، هو مجرد زميل ولا سبيشال بيرسون بالنسبه لك؟ عادي يعني يا ماما. انت كنتي معاه النهارده صح؟ بصراحه يبقى مش مجرد زميل. وطالما الموضوع كده بقى يا حبيبتي، لازم نتعرف عليه كويس، مش كلمتين على الواقف وبس. بجد يا مامي عايزه تعرفي عليه؟ طبعا يا روحي، ده انا اهم حاجه عندي في الدنيا سعادتك. ايه رايك بقى تكلميه وتتفقي معاه يجي يتغدى معانا؟ بجد يا مامي؟ ايوه يا روح ماما حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. يخليكي ليا يا روحي. هغير هدومي واجيلك. مستنياكي.
وبعدين يا زهزه، يا الابله دي تفضل مذنباني كده على طول؟ مش ناويه تديني فسحه؟ معلش اصبر يا دكتوره. البت صابرين دي مش سهله، دي بلدي وبترفع شبشبها في لحظه، ما بيهمهاش اي حد. انت هتقول لي المره اللي فاتت فقعتني روسيه كانت هتجيب لي ارتجاج. الناس افتكرت ان انا عندي زبيبه وبقولوا لي يا حاج، ما عادش حد بيقول لي يا دكتور. خلاص محلوله، ما تخش لها من شارع تاني يا حاج. شارع ايه؟ الحلال. الحلال مفيش احسن منه. اتجوزها شهر وهي قلبه وقومه، ولا غلطناش ولا حد ليه عندنا اي حاجه. وعلى حظك لسه مطلقه البيت دي جديد نوفي. جرالك ايه يا زهزه؟ جواز وانا بتاع جواز برضه؟ انت هتصدق الزبيبه ولا ايه؟ وغلاوتك لا خليها تيجي راكعه لحد عندي، والا ما بقاش الدب. حليمه، يلا يا حليمه عشان ناكل. تسلم ايدك يا ابي، الاكل ريحته تجنن. ربنا يخليك ليا يا رافع معنوياتي. بسم الله. رايحه فين يا نسمه؟ مش تيجي تاكلي يا حبيبتي؟ ماليش نفس يا ماما. ايه ده؟ نسمه ملهاش نفس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا ده احنا نطلع على القصر العيني بقى كلنا نشوف ايه الحكايه. هي الحقيقه اختك بقت ممقوته خالص يا ابي. يا عيني اتنقتت. انتوا بتهزروا؟ دي مغلباني، دي ما حطتش لقمه ببقها من الصبح، لا فطرت ولا اتغدت. ليه يا نسمه يا حبيبتي؟ انت عامله اضراب ولا ايه؟ يا ابي عامله اضراب. هو كويس يعني، عموما الاضراب مش وحش يعني، في الحالات اللي زي دي بيبقى مفيد. بس يا حبيبتي اللي بيعمل اضراب ده بيبقى له طلبات. انا عارفه هي عاوزه ايه. عايزه ايه يا فريد؟ عايزه ابيع عاطف. يا قلب امك يا بنتي، طول الليل ما نامتش ودمعتها على خدها. حليمه، انا قلت الموضوع ده ما يتفتحش لو سمحتي. يا ابي عاطف ملوش ذنب، ماما هي اللي قالت له يروح معاها. كان لازم يقول لي يا فهمي، دي مش رجوله. ايوه يا ابي، بس ماما اللي قالت له ما يقولكش. ما تهدى بقى يا اخويا، ماما اللي قالت له، ماما اللي قالت له. عايزه يقوم يولع فيا يعني؟ وبعدين هو حد عارف اراضيه فين دلوقتي؟ ده لا بيروح الكوافير ولا بيته بقاله اسبوع. تليفون مين ده؟ ده تليفون نسمة. مين اللي بيكلمها يا فهمي؟ ثانيه واحده يا حبيبي. عاطف ده عاطف يا ابي. عاطف؟ بنتي يا نسمة. حليمه تعالي يا بنتي بسرعة، عاطف على التليفون. لا ولا قوه الا بالله. هات التليفون. يخرب بيتك، هتقفل البيت. الو الو، ده قفل. عشان معفن. واحد غايب عن خطيبته بقاله اسبوع، ويوم ما يجي يحب يطمنها يديها رنه ويقفل. طب ممكن يا ابي اكلمه عشان خاطري؟ كلميه يا نسمه، بس فهميه ان اللي عمله ده مش هيعدي بالساهل، وحسابه معايا بعدين. حاضر حاضر. الو، ايوه مين حضرتك؟ ايه؟ اعرفه طبعا. مستشفى ايه؟ مستشفى؟ ليه؟ انتحر؟ مش هنخلص النهارده. ادخل. يا مساء الفل يا ابو. معلم سليمان، انت بتعمل ايه هنا؟ جالك مخصوص يا فنانه، جيت عشان اشوف الابداع. وانت مين اللي قال لك بقى ان انا موجوده هنا؟ جمالات قالت لي على كل حاجه. جمالات هي لحقت. كلام في سرك، انا اول ما عرفت كنت هطير من الفرح. وده ليه بقى ان شاء الله؟ عشان الحيطه اللي بيني وبينك اتهدت، وكده هنعرف نوصل للود تاني. هو انت ما فهمتش الكلام اللي قلته لك قبل كده ولا ايه؟ لا الوضع كده اختلف. الاول كان فيه المخفي اللي انت متجوزاه، دلوقتي انت حره بقى تعملي اللي انت عايزاه. طب اقول لك على حاجه يا معلم، انت لو اخر راجل في البلد دي انا برضو مش هتجوزك. ليه كده يا ابله؟ ده انا بحبك. وانا بحب رضا. معلش بقى، اصل القبول ده بتاع ربنا، الواحده مننا ما بيبقاش ليها دخل فيه.
ولو رضا ما جوزنيش يا معلم انا هفضل عايشه طول حياتي زي البيت الوقف كده. ده اخر قولك يا ابله. ورحمه امي ما عندي قول غير ده. انا مش فاهم انت بتقنعان على ايه؟ ده انا شاور لاي واحده تيجي لحد عندي. ده انا المعلم سليمان على سن ورمح. ماشي يا معلم سليمان على سن ورمح، يا ريت بقى تنزل الصاله تنقي منها البنت اللي تعجبك وتشاور لها براحتك. عن اذنك بقى ما عطلكش. كده صابرين ورحمه امي لا خليكي تيجي لحد عندي وبكره تشوفي. هو فين؟ يا لهوي عاطف يا قلب امك يا حبيبي. سلامتك يا عاطف. سلامتك يا حبيبي سلامتك. انا فرحانه قوي ان انا شفتكوا تاني. انا كده لو مت هموت وانا مبسوط. بعد الشر عليك يا عاطف. عاطف اتكلم انت، ايه اللي حصل؟ لما يا ابي رضا قال لي خلاص مفيش نسمه، مفيش بابا حليمه، مفيش فهمي، مفيش فيرو. حسيت ان الدنيا اسودت في وشي. قلت ايه لازمتها الحياه؟ خلاص ما عادش فيها حاجه حلوه اعيش عشانها. قررت اسيبها وارتاح واريح الناس مني. هو قرار حلو على فكره، يعني القرار في حد ذاته مش وحش. على فكره انا ساعات بيعجبني تفكير الواد ده. وعملت ايه يا عاطف؟ قلت ما بدهاش، رميت نفسي من على كوبري قصر النيل. يا لهوي وغرقت يا عاطف. غير ايه بس يا حليمه ما تجنننيش، يعني هو بيكلمك من تحت الماء دلوقتي، ما هو كويس اهو زي الفل. يا شاء السميع العليم تبقى معديه مركب من المراكب اللي هي المطاعم اللي عايمه في النيل، رحت نازل في الاوبن بوفيه اغمى عليا. الحمد لله على السلامه يا عاطف. من ايه؟ ده كبير ونط متر ونص، احنا هنستهبل. ما انا لما فوق ولقيت نفسي لسه عايش قلت ما بدهاش، رحت محطه القطر ومشيت فوق القضبان، استنيت القطر لما يجي عشان يدسني ويريح الدنيا مني. يا لهوي والقطر دسك يا عاطف. انا مش فاهم انت مخلفه دكتور ازاي بصراحه، يعني ده منظر واحد دايسه قطر؟ يا شاء السميع العليم ان القطر وانا شايفه داخل عليا وجاي قدامي عاصل فجاه. لا اله الا الله وربنا الواد ده فيه شيء لله. الف حمد لله على السلامه يا عاطف. طب وبالنسبه لمحاولاتك بعد القطر، يعني كان ليك محاولات اخرى ولا يئست خلاص؟ انا لما لقيتها منحسه قررت اجيب زي السم فران وشربتها كلها على بق واحد. يا لهوي. استني يا حليمه. يا لهوي واتسميت يا عاطف؟ حتى السم طلع مغشوش، معرفش البلد جرى فيها ايه. الناس ما بقاش عندها ضمير، اتاريني كل ما بحطه للفران بتزيد وتتكاثر. ايوه امال حضرتك عندك تسمم من ايه؟ لان انا قابلت الدكتور بره وقال لي انك عندك حاله تسمم. ما انا بعد ما شربت السم وما حصليش حاجه كنت جعان وهفتان، لقيت عربيه كبده اسمها ملك الكبده، ضربت منها سندوتش. مش ده اللي مسكوه بيبيع لحم حمير؟ تبقى انت اكلت كبده حمار وهي اللي سممتك يا عاطف. يعني انت يا معفن جايبنا كلنا كده عشان كلت سندوتش كبده؟ والنبي سامحني يا ابي رضا، سامحني، خدوا مني كل حاجه وسيبوا لي نسبه. ناخد منك ايه يا حقير انت؟ هو انت حيلتك حاجه عشان ناخدها منك؟ سامحني يا ابي رضا، وحياة الشده اللي انا فيها دي قول سامحتك. خلاص يا عاطف بقى. حليمه ايه اللي بتعمليه ده؟ احنا في مستشفى على فكره، وبعدين انا لسه ما سامحتوش. طب عشان خاطري يا ابي سامحه بقى، ده البيت وحش قوي من غيره. احترمي نفسك يا بنت انت. بيت ايه اللي وحش من غيره؟ ده البيت بدأ يحلو من غيره. ابي رضا عايزك دقيقه لو سمحت. اتفضل. اوعي يا بنت. سلامتك يا عاطف. في يا فندم. ابي رضا انا عايزك تبقى عقلاني وتفكر شويه. اختك دي مين بني ادم زينا وعاقل ممكن يتجوزها؟ قول لي على اسمين ممكن يضحوا بس شيل منهم احمد السقا وكريم عبد العزيز، مين غيرهم؟ والله يعني غير دول ما فيش غير سليمان عيد. ولا هيرضى. عشان كده انا رايي انك لازم تسامحه. امري لله. دكتور مراد حلمي اللي مشهود له انه من اكفأ الدكاتره والاداريين في مصر، ومفيش وسيله اعلام واحده قالت كلمه وحشه عنه. يجي اليوم اللي جميع الجرايد تشتم فيه ويقولوا انه مش قادر يواجه الفساد اللي في المستشفى عنده. يا دكتور انت عارف ان الجرايد طول عمرها بتهول. انا مش عاوز اسمع الكلام الفارغ ده يا دكتور. في حادثه حصلت، في ولا مفيش؟ حصل يا فندم. يبقى ما بيهولوش يا دكتور، ولعلمك انت المسؤول الاول قدامي في الموضوع ده. يعني اعمل ايه يا فندم؟ اقعد في المستشفى 24 ساعه؟ لا يا فندم، بس تبص تشوف تحط مسؤولين عينيهم في وسط راسهم. وحضرتك مش انت رئيس التمريض هنا؟
ازاي ده يحصل وانت نايم على ودانك؟ لا يا باشا، انا مش نايم يا دكتور، انا متابع كل حاجه، ما بخليش الصغيره قبل الكبير. لا ما هو واضح. تقدر تقول لي النفايات اللي في المستشفى دي موجوده على اساس ايه؟ وبعدين انا مش تبهت كذا مره قبل كده ان النفايات دي تتعدم اول باول ويتعمل محضر، انت طرف فيه. حصل يا دكتور، المحاضر كانت بتتكتب وبتتبعت لسعادتك اول باول. احنا مسيطرين يا دكتور، بس هنعمل ايه بقى في الناس اللي نفوسها ضعيفه؟ مهما عملنا الناس دي برضه هتلاقي لها سكه، وسعادتك طول ما الناس دي موجوده في المستشفى مفيش حاجه هتتغير. مين هم الناس دي؟ وليه ما قلتليش عليهم قبل كده؟ لا يا باشا، انا قلت لسعادتك وسعادتك عارفهم، على راسهم الواد اللي اسمه رضا الشنديل. يا دي رضا الزفت ده كمان، هو ماله بالموضوع؟ النبطشيه قدامها اهي، اسمه مش فيهم. ايوه يا دكتور، بس هو مشغل ناس كتير من تحتيه، والناس دي بتخاف تتكلم لانهم بياكلوا منه. والعلم سعادتك بقى يا دكتور، الواد ده في اليوم ده جه المستشفى. ما تتكلمي يا ناديه. انا حضرتك هو سؤال، الولد ده جه ولا ما جاش؟ جه يا فندم، بس والله العظيم رضا ده غلبان ملوش دعوه ما حد سألك عن رأيك. ما تكملي يا ناديه. والعلم سعادتك يا دكتور، ده مش بس جه في اليوم ده، لا ده بات كمان. دي مش مستشفى بقى، دي لوكاندا. تقدر تقول لي الولد ده دخل ازاي وفين امن المستشفى؟ وهيعملوا ايه سعادتك؟ ما هم عارفين ان هو موظف وزميلهم. لا 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 لا، ده الموضوع اكبر من ان عربيه نفايات خرجت من المستشفى. من فضلك يا دكتور، انا عاوزك تعمل لي تحقيق مع كل العاملين اللي في المستشفى، الكبير قبل الصغير، وتعمل لي تقرير في كل التفاصيل اللي حصلت ويتحط على مكتبي فورا. اظن كلامي مفهوم. اتفضلوا. هموت من الصداع، مش قادرة. معلش لا بجد خلاص فصلت. معلش اهدي بس، معلش. هو الدكتور ده ايه؟ ما بيفصلش؟ بجد ما بيفصلش؟ ما بيبطلش رغي؟ يا بنتي يعني هو جايب الكلام ده من بيتهم؟ بيني وبينك انا كنت جايه النهارده ومش قادره احضر خالص. لا ما تحضريش ايه، على فكره الدكتور ده من اهم الدكاتره في الكليه واشطرهم كمان، يعني الواحد لازم يحضر له حتى لو بيموت. ثم الماده تقيله جدا وفهمها صعب. لا على اساس ان احنا عندنا اي ماده خفيفه يعني، ما كلهم اتقل من بعض. معلش حضرتك ما تزعليش نفسك، بعد كده هنقول لهم يوزنوا الماده قبل ما يدوها لنا. ده انت بتهرج. اقعد هرج انت كده وانا تعبانه ومش شايفه قدامي. معلش امسكي نفسك بس كده شويه لغايه السكشن اللي جاي، وبعديها يا ستي هعزمك على غدا انما ايه تمام. عزومه النهارده دي عليا. اشمعنى؟ كده عشان عازمك في مكان مختلف في عزومه سبيشال. اللي هو فين ده؟ بيتنا. لا ثانيه واحده كده. انت فعلا مولعه، انا حاسس المحاضره جامده قوي، بوظت لك الدنيا خالص صح؟ على فكره انا بتكلم بجد ما بهرجش. مش فاهم يعني. يعني ماما لما شافتك في الفرح طلبت انها تتعرف عليك وعزمتك النهارده على غدا. بجد؟ طب وما قلتيش من بدري ليه يا امنيه؟ يا عم كنت عايزه اعملها لك مفاجاه، وبعدين فرقت معاك في ايه يعني؟ قال فرقت في ايه؟ كان زماني ما حضرتش المحاضره، قعدت ركلست عشان اروح وانا فريش كده. بجد والله؟ طب والدكتور الفظيع المريع اللي مفيش زيه، والماده المهمه جدا، والسكشن اللي هيروح علينا. تغور الماده وصاحب الماده وتغور الدنيا كلها. انا رايح اقابل ام السز بتاعي. سز؟ ايه سز دي يا حبيبي؟ انا مش سز. لا انت سز بس مش واخده بالك. لا انا مش سز. انا بقول لك انت سز. طب قدامي نحضر السكشن. يولع السكشن دلوقتي. سكشن ايه؟ انا عايزك كده تيجي معايا نشرب قهوه وتحكي لي بالتفصيل الممل الحاجه قالت لك ايه. تدفع كام؟ صباح الخير. صباح النور. انا نسمه من كوافير مدام مديحه، كان عندي ميعاد مع الهنا. هي مستنياكي، اتفضلي. اتفضلي. صباح الخير يا هنا، انا نسمه اللي حضرتك طلبتيها. اهلا يا نسمه، على فكره انا طالباكي بالاسم، ناس كتير قوي شكروا لي فيكي. وريني بقى. ان شاء الله شغلي هيعجب حضرتك، عشان لو عجبني شغلك مش هسيبك، كل اسبوع هتعدي عليا. ما تقلقيش، هتشوفي الشغل دلوقتي وان شاء الله هتبقي زبونتي. طب يلا وريني شطارتك بقى. انت لسه هنا يا رضا؟ ده انا افتكرتك نزلت رحت المستشفى. لا يا حبيبتي ما نزلتش، انا اصلا بفكر ما اروحش المستشفى. ليه يا حبيبي مالك؟ انت بقالك فترة كده مطنش المستشفى وضاربها صارمة خالص. والله يا حليمة الواحد زهق لدرجة ان انا بفكر ما اروحش المستشفى تاني اصلا. يا مصيبتي، ايه اللي بتقوله ده يا ريت؟ هتسيبها يا ابني وتروح فين؟ اروح اي حتة يا حليمة، يعني هو اللي خلق مستشفى الشعب ما خلقش غيرها؟ وليه ده كله يعني؟ ما انت طول عمرك فيه
هي بقت وحشه كده مره واحده؟ لا والله ما بقتش وحشه مره واحده، هي وحشه من زمان، بس يعني. ايه يا رضا في ايه؟ ما تقول لي يا حبيبي اللي في بالك. ده نم، هو انت هتخبي عليا؟ اصل الدكتور اللي جه مسك المستشفى طلع ابو البنت اللي بيحبها فهمي. طب وايه المشكله؟ المشكله ان الراجل رافض الموضوع اصلا، وبعت لي امبارح وهددني بالرفض لو ما قلتش لفهمي يبعد عنها. هددك ده ايه؟ هي الدنيا سايبه ولا هيقدر يعمل حاجه؟ لا هو من ناحيه يقدر فهو يقدر. وعلى ايه ده كله يا اخويا؟ ما في 60 داهيه. هو يعني اللي خلق الشملوله بنته ما خلقش غيرها؟ انت تقول لاخوك فهمي على الكلام اللي قاله ده، خليه يرميها ولا يعبرها بالجزمه. لا طبعا انا ما اقدرش اقول لفهمي، واوعي انت كمان يا حليمه تقولي لفهمي، ما تخلينيش اندم بقى ان انا حكيت لك. الله، وما تقولوش ليه يا رضا؟ ما هو الناس اللي مش عايزاها اهو. انا ما اقدرش اكسر قلب فهمي ابدا. امال يعني تضيع مستقبلك عشان لعب العيال ده؟ ما اسمهوش لعب عيال يا حليمه، اسمه حب، وانا اكتر واحد عارف يعني ايه حب. وانا حاولت اتكلم مع فهمي في الموضوع لقيته متعلق بالبنت قوي، وخاف افتحه في حاجه زي دي يتصدم ويضيع مستقبله بايده. طب والعمل يا حبيبي؟ مش عارف يا حليمه، بس اللي انا عارفه كويس ان انا لا يمكن افتح فهمي في موضوع زي ده. حاضر 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 حاضر. خمسة بقى. صباح الخير يا بيه. هو انت لحقت يا ابني؟ احنا مش سايبينك امبارح متلقح في المستشفى؟ لا ما هم كتبوا لي على خروج النهارده. يعني هم يكتبوا لك على خروج النهارده تروح جاي على هنا على طول؟ انت مش فكيت الجبس يا عاطف؟ ما تروح بقى تقعد في بيتكم شويه، وبعدين انت عارف كويس ان نسمه مش موجوده. لا ما انا مش جاي عشان نسمه، انا جاي عشانك انت. عشان انا؟ خير. رانيا رانيا. نعم يا دكتور. مامي فين؟ في اوضتها جوه. طيب انا هدخل لها. تعالي اتفضل. دقيقة واحدة وهجيلك ماشي؟ هاي مامي. هاي روحي. ايه ده انت مش عارفة ان فهمي جاي معايا؟ معلش حبيبتي كنت واخده ميعاد باديكير ونسيت خالص، خليه يتفضل. يتفضل فين هنا؟ ما فيهاش حاجه يا ماما، المفروض انه ما بقاش غريب. يلا يلا خليه يدخل. ماشي. فهمي تعالي فهمي يلا. احنا مش هنقعد هنا؟ لا 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 هنقعد جوه. تعالى ما تتكسفش يلا. طيب حاضر. مامي تعالي فهمي. هاي فهمي. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا حبيبي؟ سوري معلش ما قدرتش اطلع لك، انا لسه ما خلصتش، بس قلت انت مش غريب بقى. اكيد طبعا حضرتك، ده شيء يشرفني انك تعتبريني واحد من البيت. خد بالك مفيش اي ضيف بيدخل هنا مهما كان قريب لينا، بس واضح ان مامي بتعزك قوي. اصل احنا عندنا شويه رولز ما بنكسرهاش ابدا، والبرايفسي بتاعتنا حاجه مهمه جدا. اكيد طبعا يا دكتور.